لما تعملوا حركه جوه القطاع دلوقتي هو اللي هيخلي اسراء ترجع تدكهم تاني. ازاي يعني يا عمده؟ هم عملوا ايه بالظبط؟ تعالى يا حبيبي وانا فاهمك واحده واحده. الدماغ اللي تخلي المشهد جوه القطاع دلوقتي والاخبار المتداوله عنه في كل العالم، اعدامات ميدانيه في الشوارع وناس اما تخلص على بعض في عز النهار، ومشاهد بلطجه كانك اما تتفرج على شو مصارعه. هو ده المشهد يا حركه لما تصدروه للعالم بدل ما تبنوا وتعمروه. هموت واعرف الدماغ دي جايبينها منين. لا والغريبه كمان طالعين لك بعربيات دفع رباعي موديل السنه، ما اعرفش جابوها منين، وعاملين في الشوارع كلها استعراض قوه، ورافعين السفاري على بعض، وكل واحد فيهم عامل راجل رادع غباء من خروف بليه. اي عجل يا بنت وهو يقول كيه؟ يعني بدل ما تتلموا وتحطوا ايدكم في ايد بعض وتعملوا اعاده اعمار للبلد اللي خربتوها دي، يا باشا مش تصرفات ناس عايزه تنهي الحرب، دي تصرفات حركه عايزه تسلم البلد لاسراء على طبق من فضه. اما تقول لهم خدوا يا بيها، خدوا التلاكيك جاهزه هيرجعوا يضربونا تاني، بدل ما يصلحوا اللي خربوه قاعدين يفرضوا عضلاتهم على اهلهم، عايزين يثبتوا انهم لسه ماسكين السلطه. دي مش تصرفات حد فارق معاه مصير شعب بالكامل. هي دي يا بيه نفس الدماغ اللي عملت 7 اكتوبر ودمرت القطاع كله باهله وناسه، نفس المنهج ونفس الفكر بتاع جماعه المأماء اللي كانت عندنا. مش فارق معاهم لا وطن ولا شعب، كل اللي يهمهم الكرسي وهم وبس، وهم عارفين ان السلام لو حصل هم بره اللعبه تماما، فعشان كده مش عايزين اي سلام. قبل ما الحركه دي تستلم القطاع كان مساحته في 2008 400 كيلو متر، قعدوا في الحكم شويه نزلت مساحته ل 360 كيلو متر. يسكتوا ويتهدوا على كده؟ لا، يعملوا حركه 7 اكتوبر الغشيمه فتنزل مساحه القطاع ل 170 كيلو متر. طب ايوه عايزين ايه تاني؟ هتفضل وراه لحد ما تبقى مساحته ولا متر. على فكره يا جماعه مش انا لما اقول الكلام ده، اللي بيقول الكلام ده هم اهل القطاع نفسهم، بس اي حد اما يتكلم فيهم اما يخونوه. نفس اسلوب جماعه المأماء اللي كانت عندنا، ما هم الاثنين واحد. كل الجماعات دي ما هم الا موظفين لمصالح دول تانية، اما ياخدوا تمويلات من بره وينفذوا اجندات مش بتاعت اهلهم. اللي لما يحصل ده مش غباء، ده مخطط عشان يسلموا مفاتيح القطاع لاسراء. يلا على حركه والنتن وشيروا لهم وابعتوا لهم.